لو عايزة تقللي عصبيتك كأم، ركزي في الكلام ده. أول حاجة وأهم حاجة الحقيقة، لما تحسي العصبية كده طالعة ومش عارفة تسيطري عليها، اقفي ثانية واحدة، خدي نفس عميق. وده مش ضعف الحقيقة، ده محاولة إنقاذ موقف. تاني حاجة، ما ترديش وانتي مش هادية، سيبي المكان دقيقة. صدقيني العصبية بتهدى، والكلمة الغلط لازم تبقي عارفة إنها بتفضل. تالت حاجة، اسألي نفسك، أنا محتاجة إيه دلوقتي؟ راحة، أكل، نوم، كلمة حلوة. الأم المرهقة عمرها ما هتطلع هادية وهي عندها احتياجات مش متوفرة. على قد ما تقدري ما تستنيش الطرف التاني أو أي حد من أفراد بيتك إن هو اللي يوفر لك الحاجات اللي ناقصة عندك، وفريها انت. عايزة تاكلي أكلة حلوة، انزلي روحي اقعدي في المطعم، مش لازم يبقى حد معاكي. عايزة تنامي، نامي، ايه المشكلة؟ قسمي يومك صح، هتلاقي ان انت طلع لك وقت مش قليل تقدري تستثمريه زي ما انت عايزة لنفسك. افتكري دايما، انت ام شاطرة، بس محتاجة تهتمي بنفسك زي ما بتهتمي باللي حواليك.